السلام عليكم. سن الشباب او اللي هو العشرينات يعني بالاصح هو سن، مش هقولك احسن سن البني ادم بيعدي بيه، بس هقولك اكتر سن بيتندم عليه، اكتر سن الناس بتتمنى ترجع له وتعيشه شوية تاني وتعيشها بطريقة مختلفة او تصحح حاجة او وانا احمد ياسر، عندي 22 سنة. في الفيديو ده هتكلم على كل الحاجات اللي اتقالت لي، احاول اركز فيها واعيش بيها من الناس الكبار يعني، واعيش بيها قصدي، والحاجات اللي انا شايفها ان انا لازم اركز فيها او نركز فيها يعني. وفي حاجات انا يعني حاجه مثلا زي الجسم، يعني انا دلوقتي في ممكن اقول ايه، مش اقول اسوأ، بس يعني انا جسديا مش احسن حاجه، بس ستيل هتكلم على حاجه زي كده عشان انا بسعى في الحوار دوت، فعشان ايه ما كنتش بسعى لوحدي ومخبي عليكم حاجه يعني. واول حاجه انا عايز اتكلم فيها هي الفومو، الفير اوف ميسنج اوت، احساس ان انت ناقصك او فايتك حاجه من الاخر يعني. واللي انا عايز اقوله في حاجه زي كده هي ان الدنيا دي ماشيه بالماركتنج، ماشيه بان الشركه بتنجح ان هي تحسسك انك ناقصك حاجه، ويحاولوا يبيعوا الحاجه دي. ده الدنيا ماشيه كده، ايا كان بقى الحاجه دي حاجه اكشلي حلوه، اكشلي حاجه هتفيدك فعلا، او ان هي حاجه اكسبيرينس، حاجه ان انت ايه بتعيش حياتك، او حاجه لوكسجري، وقد ايه حياتك تبقى كويسه ان انت ايه عندك حاجه زي كده. في كل الحالات احساس انك ناقصك او فايتك حاجه دي هو اللي العالم كله بيشتغل وبيسعى ان هو يحسسك بكده. وانا اقول لك حاجه، انا بابا قال لي كده، بابايا قال لي حاجه م- في وسط كلامنا اثرت معايا قوي، معرفش تاثر معاك انت ولا لا، اقولها لك سريعا. ان انت لما تموت، يعني لما خلاص تروح لربنا، مش هتقعد تقول يا تصدق كان نفسي اروح باريس، يا لو كنت بس مش عارف عايش فين. الحاجات دي كلها مش هتعدي على دماغك اصلا. وده خلاني اصبر على حاجات كتير قوي. يعني انا كنت على طول بفكر في قد ايه انا نفسي اروح اوروبا ونفسي اسافر وارجع. يا ابني الهبل ده، يعني في حاجات كتير قوي 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 تتحسن فيها وتسعى لها وتجربها وتعمل وتعمل وتعمل، على ان انت تكون حاسس ان انت بقى هو ده اللي ناقصك، هو ده بالظبط اللي انت عاوزه، فاهم؟ مش بتمشي كده. لو الدنيا جت كده وجات لك الفرصه وجات لك الفلوس وسبحان الله الدنيا مشيت على الاتجاه ده، ماشي، بس غير كده انت مش ناقصك حاجه، انت تمام، فاهم؟ عيش حياتك كده. فاللي هو من الاخر، انت لو ربنا ما جابها لكش لحد عندك فعلا، مش مفيش حاجه ناقصاك، مفيش حاجه فايتاك. يعني احنا كميه الحاجات اللي في الدنيا دي اللي احنا مش عارفين ان هي موجوده اصلا، ده مش معنى كده ان هي فايتانا، ده معناه بس ان مش في حياتنا دلوقتي وقشطه يعني. ف... فعيش حياتك في المكان اللي انت فيه من الاخر. يعني انا على طول بفكر اصلا لما اكون نفسي اسافر بره مصر، انا في حاجات كتير اصلا مش ما زرتهاش في مصر، في حاجات انا زرتها ومحتاج ازورها تاني، في حاجات. ايه يا ابني انت، هو ده ماركتنج يعني، شابو ليهم بس. طيب وتاني حاجه، ودي بالنسبه لي الصراحه اهم حاجه، ودي اكشلي حاجه فعلا هتفوتك في حياتك، و... وبعيدا عن، فعلا بعيدا عن اي حاجه في الدنيا دي، الحاجه اللي فعلا ممكن الناس تندم بجد، مش اللي هو لو فكروا فيها ولو حصل مش عارفه ايه ولو لا، ده فيها ندم بجد. هو ان انت تشوف جسمك في البيك بتاعه، في اعظم فورم ممكن يوصل له، السكس باكس وبنشز وظهر وطاقه الحاجات دي كلها انت مش هتوصل لها غير في عشريناتك. و... وبعد عشريناتك، وطبعا يعني ممكن توصل لها في التلاتين وكده يعني، بس بعد كده مع الوقت انت مهما عملت، انت جسمك ليه اخر، جسمك ليه طاقه، جسمك ليه كذا ليه كذا. احنا في سننا ده البيك، ايا كان انت سنك من اول 17 18 لحد سن ال 32 مثلا ولا ايا كان، بس هو ده الوقت اللي هيوصل فيه البيك، ده اللي انت لو ما شفتش فيه بيك جسمك، اعظم فورم هتوصل له، مش هتوصل له تاني.
وانا دي من اكتر الحاجات اللي انا فعلا عامله لي بريشر. انا ليه جسمي مش كويس؟ ليه انا تخين؟ ليه انا مش اعز طاقه؟ ليه انا ممكن من دلوقتي ظهري يبدا يوجعني، ولا رقبتي، ولا كتفي، ولا ركبي، ولا ايه الهبل ده؟ ده ده اكتر وقت المفروض تبقى بيولوجيكلي في البيك بتاعك. فانا شخصيا بحاول اسيرش على الموضوع على قد ما اقدر، بس جسديا انا بشتغل وهكمل شغل في الحوار ده على قد ما اقدر ان انا اوصل لايه، للبيك، وانتظروني يعني. طيب، حاجه كمان من الحاجات اللي بتتقال كتير هي ان سن العشرينات ده هو السن اللي انت ما بتمسح فيه البلاط. وطبعا مش بالمعنى الحرفي، بس سن العشرين ده هو السن اللي انت فعلا بتشتغل 28 ساعة من 24 ساعة في حياتك. السن اللي انت بتبقى بتكتشف فيه حاجات، وبتدرس ستوكس، وبتشتغل في مش عارفه ايه، وبتدرس لغه، وبتتعلم سكيل، وبتفتح بيزنس وبيفشل، بتفتح واحد كمان وبيفشل، وبتحط انفستمنت هنا وبتفشل، وبتحط انفستمنت هنا وبتنجح، وبتحط. ده السن اللي انت فيه المفروض اولا تانفست كل وقتك فيه. ده السن اللي انت المفروض بت بتقول يا ده انا لما كنت في عشريناتي كنت بعمل كذا وكذا وكذا، زي ما هما بيقولوا كده. ده السن اللي انت من الاخر بتبني بيز حياتك. مش لازم تبقى اللي هو اصل انا اشتغلت هنا فبالتالي لما بقى عندي 40 سنه هبقى طلعت كل ده. لا، هي مش كده. هي فكره ان انت اشتغلت هنا وهنا، واتعلمت هنا وهنا، وسمعت عن هنا وهنا، وجربت هنا وهنا. فهو ده البيز حياتك، ده اللي انت بتبني عليه بقى قدام. قد ايه انت ليك اكسبيرينس، قد ايه انت بتتعلم بسرعه، قد ايه انت شاطر، قد ايه انت دماغك حلوه، قد ايه مش عارفه ايه، قد ايه انت فهمان، فاهم؟ هو ده البيز. ماشي يعني. مش دايما حاجه حلوه ان انت تشتغل في شغلانه وتقعد طول حياتك بتشتغلها، او ان انت تبقى تطلع بسرعه فيها، او عشان انت ستيل ممكن يكون ناقصك بيز عملاق في حياتك. ف فهو ده السن اللي انت فعلا بتسعى فيه. هو ده السن اللي انت بتصحى الساعة 6 الصبح فيه. هو ده السن اللي انت بتضحي بالحاجات، الحفلات والحاجات الهبلة فيه، تاخد بالك من صحتك فيه، بتمانج طاقتك من الاخر علشان تطلع باحسن اوتبوت، تعرف ايه تعيش عليه حياتك بعد كده. ومن اهم الحاجات كمان، لو مش اكتر حاجة هتفرق معاك في الدنيا، عشان هي اكتر حاجة فرقت معايا، هي الناس اللي حواليك. والناس اكتر ناس بتتاثر بيها. انا شخصيا قبل ما ابدا يوتيوب، انا اللي خلاني افكر في السوشيال ميديا وفي يوتيوب وفي ان انا اسعى في حاجات انا شبه مش عارف انا حياتي هتروح فين بعد كده. انا شايف بس النيجاتيف، هتكسف، هيتصفى عليا، هيبقى شكلي غريب، هيبقى في مليون الف ايه غلط. ودي حاجه احنا كبني ادمين بنعرف نعملها قوي، ك survival instinct عامه فينا، ان احنا عارفين نطلع الحاجات الوحشه جدا جدا. فانا من الحاجات اللي اثرت فيها جدا في حياتي ان انا اشوف ناس زي أليكس هرموزي، ولا أندرو تيت، ولا ناس مليون ألف بني آدم، منهم مصريين كتير وعرب عامة، منهم أجانب كتير وكده، بيتكلموا على السعي في الدنيا. دي التايب اوف بوستس اللي أنا بشوفها، التايب اوف بودكاستس اللي بسمعها، الحاجات دي كلها. ده الكونتنت اللي بيعدي عليا في حياتي. فبالتالي ده حاجة شجعتني ان انا ادرس هنا، ولا اروح هنا، ولا افتح يوتيوب شانل. بس بس دي كانت الايه الستep اللي خلاني اكشلي افتح يوتيوب شانل. ايه هي؟ صحابي انا كنت بكلمهم عن الموضوع مره ورا التانية ورا التالتة، لدرجه ان هم اللي هو بقول لك ايه، انا بهددك انت لو ما فتحتهاش هبهدلك، فاهم؟ هو ده اكشلي اللي هو ايه، انا مش عايزك ترجع في الموضوع. انا مش هو مش بيقول لي اللي هو ايه ينزل من دماغي، هو بيقول لي اللي هو ايه، انا
مش اللي هو انا واثق فيك، بس اللي هو انا عايزك تجرب، انا عايزك تسعى في حاجه انت اكتلي عايزها او عايز تشوفها. ده التايب اوف فريندز اللي انت المفروض تبقى حواليها. انت عاوز تعمل ايه؟ عاوز تعمل آه يوتيوب شانل على الاخبار، عايز تبقى طباخ، عايز تبقى طباخ، عايز تبقى لعيب كوره، عايز مش عارفه ايه، انا رايي مش فارق، انا عايز اشجعك ودي. وده مش معناه ان انا اشجعك بلهاء، فمش حاجه بلهاء يلا انا عايزك تبقى لعيب بينج بونج، فاهم؟ انا معاك وسبورت ليك، بس انا برضو ايه محتاج ابقى رياليستيك. انت مش عارف بتستهبل في هنا، انت مش عارفه ايه هنا، انت ايه هنا، بس انا سبورت ليك من الاخر. ده ده الناس اللي محتاجه تبقى حواليك. وطبعا اهلك، بس اهلك دي مش حاجه متحكم فيها، يعني اهلك ممكن ساعات عليك، ساعات معاك، ساعات مش عارفه ايه. دي حاجه بتفرق وبتختلف مع الوقت وبتختلف مع الناس وبتختلف مع مليون الف حاجه، بس اكتر حاجه انت متحكم فيها هم الناس، صحابك، شلتك، الناس اللي بتقعد معاهم، الناس اللي غصب عنك بتاخد طباعهم وبتاخد افكارهم، والكونتنت اللي بيعدي عليك في حياتك، ايا كان الموضوع مضحك او مش مضحك، نكته، مش عارفه ايه، مفيش حاجه بتعدي، كله بيتطبع في دماغك، كله بيأثر في طريقه كلامك وبيأثر في طريقه تفكيرك، كل حاجه بتأثر. فاللي هتتفرج عليه او اللي هتشوفه او اللي هتعمله لايك او اللي هتعمله تتفرج على الفيديو للاخر او دي الحاجات اللي اكشلي انت محتاجها وتفرق معاك في حياتك. السوشيال ميديا مش بس ان انت تهفن وان انت تشوف في الدنيا وتضحك وشويه قبل ما تنام ومش عارفه ايه. السوشيال ميديا اكشلي بتأثر ايا كان انت شايف ده كده ولا لا. شويه الضحك اللي بتأثر عليك في الاخر لو كان من حد مش صح ومش تمام وسرسجي وبيحب يشتم وبيحب مش عارفه ايه، هيطبق عليك غصب عنك. حتى لو مش هيطبق عليك في طريقه كلامك، هيطبق عليك في تفكيرك، هيطبق عليك في ان على فكره لا فاهم؟ لو الكونتنت بتاعك راقي ورجولي وديني و... وبيشجعك في الدنيا، هتلاقي طريقه تفكيرك بتختلف، ودي فعلا من اهم الحاجات في الدنيا يعني. واخيرا الفيديو ده، لازم نعيش حياتنا، لازم بجد نروح ونشوف ونجرب ونعمل، بس طبعا لازم نبعد اكتر ما نقدر، نبعد عن الحاجات الوحشه، نبعد عن المخدرات، نبعد عن الحفلات، نبعد عن الحاجات دي كلها. عيش حياتك، روح كامبس، روح جمعيات خيريه، روح ابني مش عارفه ايه، روح سافر هنا وروح هنا وجرب تيجي هنا واعرف ناس هناك واعرف ناس هنا واعرف مش عارفه ايه. لازم نعيش شبابنا في الحوار ده. دي حاجه من الحاجات اللي انا وحش فيها جدا عامه. يعني انا بحب اعيش في الكومفورت زون بتاعتي جدا، بحب اعيش في المنطقه بتاعتي، بحب اعيش اللي اصحابي بيعملوه من الاخر. انا هنسبوت هنا يلا نسبوت هنا، بنحب نشرب قهوه من هنا يلا نشرب قهوه من هنا. فين الكامبس عشت اسبوع في سيوه ولا رحت 3 4 ايام في راس سدر مع ناس ما اعرفهاش اصلا فاهم؟ بالذات كولد، يعني بالذات كراجل، الحاجات دي بالنسبه لك اسهل بكتير. انت ما بتعرفش قد ايه البنات يتمنوا حاجه زي كده. فانت ك كراجل فعلا ده وقتها، ده وقت التسوح، فانت متسوح انت بتسوح في الدنيا هناك شويه وهناك شويه، واتعلمت مش عارفه ايه ورحت مش عارفه ايه دي حاجات كلها بس تبعد على قد ما تقدر من الحاجات الغلط. فعلا دي سكه تشوطك. انا قبل ما الحمد لله ابقى مركز شويه دينيا وابقى اللي هو لا دي حاجات دي حرام وحاجات مش عارف ايه، انا فعلا من وانا صغير يعني ما حطيتش في بقي سجاره من ساعه فاهم ما اتولدت، علشان خوفا من الادمان، خوفا من ان انا ابقى ديبندنت على حاجه، خوفا من ان انا اتشد في سكه انا غصب عني مش هعرف اطلع منها. ف والحمد لله ده كان هدى من ربنا ان انا قدام شويه بعد كده دينيا عرفت ان ده انا الحمد لله جزء كبير من الحاجات اللي الناس بتغلط فيها انا ما غلطتش فيه، بس عشان ربنا حاط في دماغي الفكره دي. فبس هو ده كلام الفيديو ده. كل الحاجات اللي انا قلتها لك دي انا
مش احسن حاجه فيها، انا مش كويس يعني، انا اصلا في حوار مثلا في الجسم والكامبات والحاجات دي كلها انا وحش فيها، فاهم؟ انا بجد وحش. بس دي حاجات انا مركز فيها دلوقتي، حاجات انا بسعى لها، حاجات انا بحاول اركز فيها ان انا اعيش بيها، مش بس ان انا لقطه وهتعدي. انا لسه عندي 22 سنه، انت مهما كان عندك من سنين، انت لو عندك 40 سنه، انت دي حاجات فعلا ممكن تفرق معاك برضو. بس بالذات في شبابنا دي حاجات ممكن، ده يعني ده هايست ريسك ان انت تندم عليها قدام، وانا ضد الندم في حياتي عامه. فاسعى اسعى في الموضوع جدا جدا جدا، وعيش حياتك من غير ندم، عيش حياتك لحظه بلحظه. الكلام ده لا يوليك يعني، وما تخليش فتره عدت وتقول يا ريتني كنت عملت كذا. بس اشوفك في الفيديو اللي جاي.